لو عندك مشكلة في الخدود عندك مش مرتفعة مش مليانة، عندك مشكلة في الجبهة ان برضو في عندك خطوط رفيعة في الجبهة او حوالين العين حوالين الفم، بشرتك خدودك دايما مترهله مش مرفوعه، هقولك على اسهل طريقه واسرع طريقه تقدري ان انت تملي بيها الخدود، وكمان تملي بيها الخطوط الرفيعه الموجوده حوالين العين واللي في الجبهه واللي حوالين الفم. زي ما تعودنا حبايبي ننزل تحت في الكومنتات نصلي على النبي كتير جدا، واهم حاجه دعموني باشتراك ولايك للفيديو علشان يوصل لكم كل جديد. هبتدي كده ان انا اجيب عندي يا جماعه اي بوله وان انا احط فيها بقى مكون سحري بيملى الخدود يا جماعه بطريقه غير عاديه. ده يا جماعه بذور الشيا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بذور الشيا ممتازه يا جماعه في ملي الخدود، وبصوا بتملاها كده في وقت قياسي بجد. وعايزه اقول لكم الماسك ده حلو قوي كمان للتجاعيد اللي موجوده في البشره. هاخد كده معلقه من بذور الشيا وهحط عليهم يا جماعه معلقتين من الخميره الفوريه، ايوه زي ما سمعتي الخميره الفوريه بتاعه المخبوزات، هاخد منها كده حوالي بصوا معلقتين. الوصفه دي يا جماعه ممتازه للي بيعاني من التجاعيد وعدم ملي الخدود. يعني لو عندك مشكله في الخدود مترهله هتبتدي ان انت تحطي الاثنين على بعض، وهتبتدي ان انت تحطي عليهم بقى نقطه بسيطه جدا من العسل الابيض، نقطه بسيطه يعني حاجه كده ربع معلقه تقريبا من العسل الابيض. وبعد كده بقى يا جماعه هننزل باللبن، هنعجن كده باللبن بسم الله واحده واحده كده. ابتدي بقى ان انتي هتستخدمي الوصفه دي كل يوم علشان تلاحظي الفرق بنفسك. بصوا كده يا جماعه اصلا بتنفش ازاي اول ما حطيتها، شايفين؟ ابتدي بقى ان انت اغسلي بشرتك كده كويس جدا، زيلي منها اي مكياج علشان الوصفه تعمل معاكي مفعول، لازم البشره تكون نظيفه جدا. زيلي اي مكياج منها وابتدي فتحي مسام البشره بالميه الدافيه. وبعد كده بقى هتستخدمي الوصفه دي كل يوم، كل يوم هتستخدمي الوصفه دي لمده تلت ساعه وهتشوفي الجمال بنفسك. وبعد كده تغسلي بشرتك وتحطي فيها مرطب. بصوا يا جماعه ده قوام الوصفه بتاعتي، شايفين كده ده قوامها. هتبتدي بقى تاخدي الوصفه دي كده زي ما انتم شايفينها وبالشكل ده، وهتحطي على الخدود، على الخطوط اللي موجوده حوالين العين حوالين الفم حوالين الجبهه، اي منطقه في بشرتك محتاجه ان هي تتزال منها التجاعيد ومحتاجه ان انت تنفخيها، سواء الخدود سواء الخطوط الرفيعه الموجوده في الجبهه او حوالين العين، كل ده يا جماعه بيتزال. الوصفه دي بجد خيال، عايزاكم تجربوها كل يوم وان شاء الله الفرق بيكون ملحوظ جدا من اول اسبوعين. شوفوا بنفسكم وجربوا وقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. واللي وصل معايا لنهايه الفيديو ما ينساش يدعمني باشتراك ولايك للفيديو، واهم حاجه ننزل تحت في الكومنتات ونصلي على النبي كتير جدا. يا رب تكونوا استفدتوا حبايبي، اشوفكم فيديو جديد ووصفات تانية جديده، مع السلامه.